في اكتر من طريقه ممكن استخدمها علشان اعبر عن الحاجات اللي كانت بتحصل في الماضي، العادات يعني. اول طريقه معايا استخدام الباست سمبل او الماضي البسيط. انا ممكن اقول when I was young I always walked in the park. يعني وانا صغير كنت دايما بمشي في او بتمشى في الجنينه. هنا دي عاده من عادات الماضي. كلمه always بتعبر ان ده كان شيء متكرر، فانا استخدمت الباست سمبل. ممكن اقول when she was younger she usually played tennis. وهي صغيره كانت دايما او كانت متعوده تلعب تنس. او ممكن اقول he rode a bike as a habit when he was younger. يعني هو كان بيركب عجله كعاده بالنسبه له وهو صغير. ممكن كمان اقول they habitually visited us in the past. They habitually visited us in the past. وكلمة habitually يعني اعتياديا، يعني مثلا زي usually كده بالظبط. يبقى انا استخدمت الباست simple علشان اعبر عن عادات الماضي. ممكن كمان استخدم used to. وكلمة used to يعني كان موجود وما بقاش، سواء دي كانت عادة بالنسبة لك او كان حاجة موجودة عموما وما بقتش موجودة دلوقتي. المثال بيقول when I was young I used to walk in the park. When I was young I used to walk in the park. طبعا used to معناها اعتاد أن ولم يعد، وبيجي وراها الفعل في الانفينيتيف. ممكن كمان أقول when she was younger she didn't used to play tennis. When she was younger she didn't used to play tennis. هنا الجملة بتقول وهي صغيرة ما كانتش متعودة تلعب تنس، والجملة هنا منفية. خلي بالك إن أنا نفيت used to ب didn't use to. لما didn't جت شلت الدي. طيب لو هسأل سؤال أقول what did you use to do when you were young؟ كنت متعود تعمل إيه وأنت صغير؟ خلي بالك إن لما سألت ب did شلت برضو الدي من used، فبقت did you use to. تمام. أما لو عايز أحول الجملة للباسيف مع used to هقول tennis used to be played by him. tennis used to be played by him. used to be played. تمام. يبقى انا كده عندي used to وراها infinitive. didn't use to في النفي ورا برضو infinitive. اما لو سألت ب did يبقى لازم ارجع used to من غير الدي، بس الفعل طبعا في النص. ولو عايز احول للباسيف هتبقى object بعد كده used to be past participle. طبعا الاوبجكت اللي هو المفعول، هبدأ بمفعول الجملة used to be والتصريف الثالث. طيب جميل قوي. لاحظ معايا الكلام اللي جاي ده. بيقول هنا he used to play tennis but now he doesn't. هو كان متعود يلعب تنس زمان but now he doesn't. خلي بالك معايا الكلام ده قلته في الفيديو بتاع البريزنت كونتينوس. قلنا ان كلمة now ممكن استخدمها عشان اعمل كونتراست ما بين البريزنت والباست، فساعتها مش هيجي معاها present continuous، بيجي مضارع بسيط عادي. فهنا بيقول هو كان متعود يلعب تنس ولكن دلوقتي هو لا يفعل. فانا لو عايز اعمل كده بنفي الناحيه الثانيه بدونت او doesn't. بنفي الناحيه الثانيه بدونت او doesn't، عايز اقول ان هو دلوقتي مش بيعمل كده في المضارع. طب خلي بالك كل الافعال هيحصل معاها كده ما عدا verb to be. لو قلت he used to be naughty but now he isn't، فبيقول هنا he used to be هو كان naughty زمان but now he doesn't. لا قال لي لا، لان verb to be اللي هو am او is او are بيبقى بيبقى النفي بتاعه isn't او aren't او am not. تمام. اي فعل حتى لو كان have، يعني لو قلت لك he used to have a car هتقولي but now he doesn't have a car. تمام. فتخلي بالك ان كل الافعال لو انت عايز تقول but now he كذا مش بيعمل كده دلوقتي، يعني هتنفي ب don't و doesn't الا مع verb to be يبقى isn't او aren't او am not، لو انت بتعمل مقارنة ما بين المضارع والماضي. طيب في طرق تانية بتساوي used to في المعنى او قريبة منها. ستراكشرز كتيره، فخلي بالك منها. يعني ممكن تسجل معايا الكلمات دي او التعبيرات ديت. بيقول هنا ممكن اقول بدل ما اقول used to ممكن اقول مثلا I used to watch cartoon. انا كنت متعود اتفرج على الكرتون. ممكن اشيلها واحط مكانها I was used to watching cartoon. I was used to watching. خلي بالك ان was used to هيجي وراها gerund او noun، verb ing او noun. ودي معناها ان انا كنت familiar بحاجه زي كده، كنت متعود على كده، ما كان شيء غريب بالنسبه لي. تمام كده. طيب ممكن كمان أقول it was my habit. It was my habit كان من عادتي. أو it was habitual for me. It was habitual for me يعني كان معتادا بالنسبة لي to watch cartoon، ما كانش غريب عليا، يعني كنت متعود على كده. It was my habit أو it was habitual for me. تمام. ممكن أقول كمان I was in the habit of watching cartoon أو I had the habit of watching cartoon. I was in أو I had the habit of watching cartoon. أنا كنت منخرط في هذه العادة أو كان عندي العادة دي. was in أو had. أو ممكن تقول لي I don't watch cartoon anymore. أنا مش بتفرج على الكرتون خلاص دلوقتي. فكده دي أول طريقة بتساوي used to بس هي في البريزنت. ممكن كمان تقول I no longer watch cartoon. I no longer watch cartoon.
تمام. يبقى انا ممكن اقول I used to watch cartoon او I no longer watch cartoon. بس خلي بالك بقى ان في فرق بين used to watch cartoon و I no longer watch cartoon. ان انت لو شلت I وحطيت مكانها he او she او it هيبقى الفعل في المضارع في البريزنت، فهتبقى watches مش watch. فلو انت قلت مثلا ان هو he بدل I هتبقى he no longer watches cartoon. لكن used to بيجي وراه مصدر مع اي فعل، مع اي فاعل يعني. طيب اخر حاجه ممكن اقولها، اقول I got او I became او I grew used to watching. I got used to watching او became used to watching او grew used to watching، يعني اصبحت معتاد على، يعني ما كنتش كده ولكني تعودت على ده. تمام. فلو جاء قبل used to verb to be او get او become او grow هيجي وراها gerund او noun. خلي بالك من كده ان used to لو جه قبلها get او become او grow او verb to be اللي هو am او is او are هيجي وراها gerund او noun verb ing او noun. طيب بعد كده قال لي الدرس بقى اصلا بيتكلم على استخدام كلمه جديده بتساوي used to اسمها would. would برضو ممكن استخدمها عشان اعبر عن عادات الماضي ولكن في شروط معينه. تعال معايا نشوف السنتنسز دي ونستكشف مع بعض. بيقول هنا he used to play in the street، هو كان متعود يلعب في الشارع. والمثال التاني بيقول when he was young he would play in the street. يعني ايه؟ قال لي خلي بالك ان الجمله الاولى انت ما احتجتش تحط حاجه تدل على الماضي عشان تستخدم used to، هي كده كده معناها ماضي. ممكن اكمل الجمله عادي، اكمل حاجه في الماضي او لا. لكن مع would علشان تعبر بيها عن عادات الماضي انت محتاج اكسبريشن يوضح لك ان انت بتتكلم على الباست. فلازم تقول لي when he was young when he was then وهكذا عشان تقدر تستخدم would. يبقى هنا لازم مع would يكون في اشاره للماضي. دي اول اختلاف. تاني اختلاف معايا بيقول he used to swim، وعارفين ان كلمة swim دي action verb يعني فعل بيدل على الحركة. يعني بعد كده بيقول he used to have a car. have a car، وكلمة have عارفين كلنا ان معناها يمتلك، ودي من الايه، من الستيت اوف verbs اللي قلناها في يونت 7 اللي هي ما بتجيش في الكونتينيوس اللي بتعبر عن حالة. يبقى انا كده مع used to استخدمت افعال الحركة وافعال الحالة عادي. بعد كده بيقول he used to live in أسوان. he used to live in أسوان، هو كان عايش في أسوان قبل كده بس بعد كده نقل. فقال لي ان كلمة live دي مش بتعبر عن اكشن بيعمله، هي برضو تعتبر زي الحالات كده. تمام كده، هو فعل دائم مستمر زي مثلا مكان العمل او ان انت بتتكلم لغة معينة او عايش في مكان معين. تمام كده. قال لي used to تيجي مع كل الافعال دي، اما عشان تستخدم would هتجيبها مع الاكشن verbs بس. فتقول لي كده when he was younger he would swim in the pool، يعني هو كان متعود يعوم في البول وهو صغير. لكن مش هينفع اقولها he would have a car ولا هينفع اقول he would live in أسوان. يبقى مع used to ممكن يجي فعل حركة او حالة، اما would لازم افعال حركة بس مش هينفع اي state of verb. يعني مثلا want او need او verb to be او live او work او speak كل الكلام ده ما ينفعش يجي مع would، يجي مع used to بس. بعد كده الاختلاف اللي جاي بيقول ان انا بقول he didn't used to smoke او did he used to smoke. طبعا ملاحظ هنا ان الجمله منفيه او فيها سؤال ومفيش مثال على would. فقال لي ان انت ممكن تستخدم used to في النفي والسؤال عكس would ما بتجيش في النفي والسؤال علشان اعبر بيها عن عادات الماضي. بعد كده بيقول لي خلي بالك من استخدام used to او would مع الادفيرب of frequency او ظروف التكرار اللي هي always و usually الكلام ده. ركز معايا في الامثله بتقول ايه. بيقول في المثال الأول he always used to be nervous. he always used to be nervous أو he used always to be nervous. فلاحظت إن كلمة always جت قبل أو بعد used، قبل أو بعد used، وto والمصدر ومع بعض كده لازقين في بعض. he usually used to walk أو he used usually to walk. الكلمات اللي زي always و usually والكلام ده بتيجي قبل أو بعد used. تمام كده. طيب بالنسبة لwould قال لك لا هتيجي قبلها على طول. when he was younger he would usually walk in the park. هتيجي بعدها على طول مش قبلها، معلش أنا آسف. أما مع would هتيجي دايما بعدها. when he was younger he would usually walk in the park. تمام. تستخدم لظروف التكرار قبل او بعد used ولكن دايما بعد would. طب خلي بالك معايا بقى. بيقول هنا he used to ride a bike، يعني هو كان متعود يركب عجلة.
لكن ما ينفعش اقول he used to ride a bike yesterday. قال لي اصلا لو انت جبت كلمه yesterday او last week والكلام ده مش هتستخدم لا used to ولا would، هتستخدم الباست simple. يبقى لو عندي كلمات زي كلمه last week او yesterday هنستخدم ماضي بسيط اصلا لان دي مش عاده. تعال نحل مع بعض حبه اسئله. بيقول when we had a problem our teacher us. طيب هتنفع used to helped؟ لا مش هتنفع، لان المفروض يبقى used to help. لكن هو بيتكلم هنا عن فعل نمطي كان بيحصل او عاده، هتبقى would help. My uncle me a glass of juice every time I went to his office. تمام، هل تنفع would be offered؟ لا هي مش مبنيه المجهول، ولكن الاجابه used to offer. تمام، كانت تنفع used to offering لو كان عندي was قبلها، وكانت تنفع طبعا offered لو في الماضي. I my leg in a horse ride when I was 25. واحد يقول لي مستر used to break، واحد تاني يقول لي would break. اقول له لا، هو دي عاده وانت كنت بتكسر رجلك معتاد على كده ولا ايه؟ لا هي تبقى I broke my leg in a horse ride. مره وانا كنت في horse ride كسرت رجلي او رجلي اتكسرت. When I was a teenager I spaced my grandparents and help. تمام، يبقى would visit and help. وخلي بالك من العطف، يعني لو هو مثلا كان قالها was visiting مثلا كان المفروض تقول and helping. عشان الفعل عندي في المصدر انا لازم اختار حاجه قبل كده في المصدر برضو. There a train station near my house but now there is one. يعني ما كانش فيه ولكن دلوقتي موجود واحده، يبقى الجمله منفيه، يبقى didn't use to be. عشان كده ما اخترتش used to be يعني. طبعا would be مش هتنفع لان be مش هتيجي معاها would. طيب بعد كده بيقول when I was younger I space swimming with my friends and spend a nice time on the beach. هل هتبقى went ولا would go؟ طبعا مش تنفع I'm used to go لان المفروض تكون was used to going اصلا. فقال لي هنا يا مستر احطها went، اقول له لا، ما احنا متفقين ان في and وراها فعل، فالفعل اللي ورا and ده في المصدر، فمش هينفع تحط went لان لو قلت لي I went swimming يبقى and spent، يبقى المفروض الاجابه تبقى would go. When I was a student, I always finished my homework and then always finished and then. تمام، watched هنا في عطف، فالفعل الأولاني ماضي يبقى التاني ماضي. When he was young, his bike to school. تمام، used to ride. On holidays, mom me a big breakfast. Would always make عادة نمطية كانت بتعملها. Did she؟ سامع حد بيقول used to، أقول له لا، use to من غير الدي عشان في did. When he was a driver, my dad home from work at 7 p.m. يبقى would always arrive. طيب خلي بالك معايا بقى، هنا بيقول ركز ان كلمة used ممكن تيجي بطريقة تانية خالص. بيقول هنا I am used to watching cartoons. I am used to cartoons. قال لي ده بيتكلم هنا عن present habit او عادة في المضارع. ليه؟ علشان بيقول I am used to. I am used to وراها gerund او noun. دي كأنك بتقول I usually، دلوقتي انا معتاد ان انا بعمل كذا في المضارع. تمام. They are used to living here. هم متعودين على ان هم يعيشوا هنا. used to living. او ممكن اقولها they are used to life. يبقى ممكن ورا am او is او are used to يجي وراها الجيرند او النون بمعنى هو معتاد دلوقتي على كذا في المضارع. يبقى انا بستخدم am او is او are used to وراها جيرند او نون عشان اعبر عن عاده في المضارع، وبتساوي كلمه اسمها accustomed to يعني معتاد على. طبعا used to هنا تعتبر صفه مش فعل، مش مودال فيرب يعني. بعد كده قال لي خلي بالك من النوت دي. بيقول هنا he uses a camera to capture a scene. يعني هو بيستخدم كاميرا عشان يلقط بيها مشهد معين. او اقولها he used a camera to capture a scene. فكلمة use هنا او uses او used معناها يستخدم. تمام كده، فممكن يعني هنا مش معناها متعود على او يعتاد على والكلام ده كله، فممكن اخلي السنتنس دي مبنية للمجهول واقول a camera is used to capture scenes. الكاميرا بتستخدم علشان نلقط بيها المشاهد. او a camera is used for capturing scenes. يبقى ممكن اقول is used to يعني تستخدم في وراها infinitive، او is used for تستخدم لي وراها gerund. يبقى كده انا بستخدم used to او is used to بمعنى يستخدم فيه. طبعا هنا مش هيجي وراها ing لو قلت is used to لان الكاميرا مش متعوده على حاجه، لا دي تستخدم في كذا. طيب بعد كده برضو قال لي خلي بالك ان انا هنا بقول used cars are not always good. قال لي ايه يا مستر ده معناها ايه؟
قال لي كلمة used هنا جاية صفة بمعنى العربيات المستعملة، فهنا انا بوصف العربيات فبتكلم عن العربيات، يبقى هتبقى الفعل جمع. used cars are not always good. العربيات المستعملة مش دايما بتكون كويسة. اما المثال الثاني بيقول using cars، استخدام العربيات is harmful to the environment. using استخدام، فهنا الاي ان جي هو فاعل الجمله، يبقى الفعل اللي بعدها يجي مفرد. فتخلي بالك ان انت ممكن تستخدم كلمه used بمعنى مستعمل، تمام كده. وساعتها يبقى اسم اللي بعديه بقى لو كان مفرد او جمع يجي الفعل على حسب المفرد او الجمع ده. اما using cars ده عموما ده هيبقى gerund، يبقى الفعل بتاع الجمله هيبقى مفرد يعني. طيب هنا بيقول تشيك معايا اللي انت راجعناه. بيقول he made his money from buying and selling cars. يعني هو عمل فلوسه او ثروته من شراء او بيع الايه، العربيات الايه، العربيات المستعمله اللي هي used cars. كده بيقول a pen is used. واحد بيقول يا مستر to writing، ما is used وراها gerund. اقول له لا، ده هنا مش قلم، مش متعود على حاجه، ده هو يستخدم فيه، يبقى a pen is used to write، وكانت تنفع طبعا for writing. فكده بيقول using fossil fuels the environment. واحد يقول لي يا مستر harm عشان الفوسيل فيولز مضره. اقول له لا، استخدام الفوسيل فيولز، الفاعل عندي كلمه using، تبقى الاجابه harms، يعني استخدام الفوسيل فيولز يؤذي البيئه. طيب اول سؤال بيقول European drivers find it difficult to. طبعا to محتاجه وراها مصدر. used لا، got لا، become تنفع بس become used to driving دي غلط، المفروض تبقى get used to driving on the left when they visit Britain. يبقى لما بيزوروا بريطانيا بيبقى صعب عليهم جدا ان هم يتعودوا على السواقه. get used to driving. قال له see that building there، شايف المبنى اللي هناك ده؟ قال له I to school there but now it's a factory. يعني كنت متعود اروح هناك وانا صغير مدرسة، بس دلوقتي ده بقى مصنع. يبقى I used to go. تمام كده. طب ليه يا مستر مش was used to go؟ قال لي المفروض تكون was used to going، وانا بتكلم عن الماضي فمش هينفع استخدم am. تمام. طب became used to going، قال لك انا مش معناها ان انا اصبحت معتاد على، لان المكان ما بقاش موجود اصلا. تمام. طيب I've only been at this company a couple of months، يعني بقالي هنا شهرين ولا حاجة. I how they do things around here. تمام كده. هنا بيقول I'm still not used. لا، المفروض I'm still not used. still didn't use to، لسه ما اتعودتش، ولا I'm still not used to، ولا still haven't used to. طبعا haven't used to مش معانا، فالإجابة هتبقى I am still not used to how they do things. تمام كده. ليه بقى؟ طب ليه يا مستر مش still didn't use to؟ قال لي ما هي didn't use to محتاجه وراها مصدر الفعل، وهاو they do things ده ما يعتبرش مصدر الفعل، ده يعتبر noun، فانا محتاج حاجه بيجي وراها noun، فبيقول انا لسه مش متعود على كذا. تمام. يبقى I'm still not used to. بعد كده بيقول when I first arrived in this neighborhood I had to. تمام كده. to خلي بالك to وراها مصدر الفعل. قال لي used لا، became لا، get used to living. تمام. ولا am used to living؟ لا، هي المفروض get used to living. تمام كده. I had to get used to، كنت مضطر اتعود على كذا، اصبح متعود على. خلي بالك برضو المعنى مفيد جدا في الحل، وكمان القاعده. يعني انت هنا اول ما قلت had to محتاج وراها مصدر الفعل، فبدات ان انا استبعد في الاختيارات. working till 10 p.m. isn't a problem، مش مشكلة خالص بالنسبة لي. أنا late. تمام. I did it in my last job too. تبقى بيقول I used to finishing. لا، used to وراها مصدر الفعل. used to finish، لا، هو أنا هنا مش بتكلم إن أنا كنت متعود على كذا وبطلته، لا، أنا لسه معتاد على كذا. I am used to finishing ولا I get used to finish؟ I get used to finish كتركيبة غلط، فالإجابة I'm used to finishing. أنا متعود إن أنا أخلص متأخر، أنا أصلا كنت بعمل كده برضو في الشغلانة القديمة. تمام. بعد كده بيقول I can't believe they are going to build an airport just 2 miles from our new house. مش مصدق إن هم هيبنوا airport على بعد 2 ميل من البيت الجديد. I will never get used to not used to. طبعا will not لأ، عشان will not use طبعا مش تبقى مصحة أصلا. never be used، المفروض never be used to.
become not used برضو مش معانا، يبقى I will never get used to. عمري ما هتعود على كذا. طبعا خلي بالك ان get used to وراها noun اللي هو all that noise. بعد كده بيقول his father space 20 cigars a day. Now he doesn't، يعني كان بيعمل كذا ولكن هو بطل، يبقى used to smoke. تمام. طب واحد يقول لي يا مستر طب would smoke، اقول له لا، السموكينج ما تجيش مع would، لا smoke ولا wear ولا live ولا work، كل الكلام ده ما يجيش مع مين؟ مع would زي الحالات كده. طب is used to smoking، لا ما هو بيقول لك دلوقتي ان هو بطل، ولو قلت is used to smoking معنى كده ان هو كان بيعمل وبقى ولسه بيعمل لحد دلوقتي. تمام. get used to smoking، لا طبعا المفروض his father gets، وطبعا معنى مش صح. a pen، ها، is used to write ولا is used to writing ولا used to write ولا got used to write؟ لا هي المفروض is used to write لان ده مبني المجهول، مش بتكلم عن عاده. a pen is used to writing ولا is used for writing؟ لا هي is used for writing. يبقى انا بقول ان البن ده is used to write، يستخدم في الكتابه to write او for writing. تمام. whenever all my friends went to discuss I with them. تمام. but now I enjoy it. never used to go ولا never would، لا هي المفروض would never. تمام كده. used to never، لا هي used never to. تمام. didn't used، لا يبقى المفروض I never used to go. never used to go. as I have had my driving license almost a year now. انا معايا الرخصه بتاعتي بقى لها سنه دلوقتي، يبقى انا كده ايه؟ used to drive ولا got used to driving to drive ولا ايه؟ طبعا هنا مفيش ing. I am used to driving ولا used to driving؟ يبقى تقول I am used to driving، انا خلاص متعود على السواقه، انا معايا الرخصه بقى لها سنه دلوقتي. هسيبك تحل من question 12 لحد question 22. بيقول هنا when Max went to live in Italy he there very quickly. He's a very open-minded person. يعني هو لما راح ايطاليا اتعود على العيشه هناك بسرعه. got used to living، got used to life، became used to the conditions، ولا all previous answers؟ قال لي مستر هي تنفع got used to living و got used to life. الله، ده الاثنين ينفعوا، ما هو ده verb ing وده noun. و became used to the conditions، ما هي نفس المعنى، يبقى all previous answers اللي هو أصبح معتاد على كذا. When I was a child I like peanuts. وكلمة like من الستيتيف verbs، فمش هينفع احط معاها would، لازم استخدم used to. تمام. ومش هينفع was used to عشان وراها ing، و get used to برضو وراها ing. In the morning he sit on the front porch and read. الصبح كده كان بيقعد يعمل كذا كذا كذا، يبقى used to او would، لان الاثنين هنا دي action verb، فينفع يجي معاها الاثنين. I wear glasses when I was at university. متفقين ان كلمه wear زي work و live ما بتجيش معاها would، واصلا الجمله منفيه بwould فمش هينفع اصلا تيجي، يبقى didn't use to. وتخلي بالك ان didn't use مش didn't used. How many friends have، وهاف من الستيتيف verbs، اقول له did you use. واحد يقول لي مستر طب ليه مش did you use بس؟ اقول له did you use to have. تمام كده. طب ليه مش would؟ قلنا ما بتجيش في السؤال. طب الاولانيه غلط ليه؟ علشان في used، فتركز معايا. when I was a child we live in the countryside. كلمه live زي have زي like زي where ما بتجيش معاها would، يجي معاها used to بس. he used to be a teacher but now he isn't. متفقين لو بعد used to verb to be بان في الناحيه الثانيه be isn't. تمام. he used to work as a teacher، المفروض هنا في as، but now he doesn't. تمام جدا. they hard last week. قال لي last week ده مش عاده اصلا، فلا هتنفع would study ولا used to study ولا had studied، لان المفروض الاجابه هنا studied بس. طبعا هي مش عايزه اتعلم، معرفش ليه، بس الاجابه هتبقى studied. تمام كده. he no longer he no longer studies، لان متفقين ان no longer بتيجي مع البريزنت، ولو كان الفاعل هي او she هحط اس للفعل. she no longer runs fast as she used to، يعني هي ما بقتش بتجري بسرعه زي الاول، يبقى used to.